السلام عليكم، تحية لخوتي المغاربة فين ما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. استقر سعيد النصيري رئيس نادي الوداد الرياضي على اختيار عادل رمزي مدرب رديف ايندهوفن الهولندي لقيادة الفريق لموسمين. مشوار عادل رمزي التدريبي: سنة 2015 خاض فترة تكوين ضمن أكاديمية ايندهوفن الهولندي. بدأ المسيرة ديالو التدريبية سنة 2016 كمدرب لشبان بي اس في ايندهوفن الهولندي. سنة 2019 أصبح مساعد لمدرب الفريق الأول لاندهوفن إلى غاية سنة 2022، حيث عاد لقيادة شبان ايندهوفن كمدرب أول. ماي 2022 حصل على دبلوم الويفا برو، وهو أعلى دبلوم يمنحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. آخر مباراة لعبها كلاعب بالمغرب كانت ضد الوداد الرياضي برسم نهائي كأس العرش 1997.